من عجيب ما يذكرون أن في سنة من السنوات، وتحديدا بعد غزوة بدر أو معركة بدر، أنت تعرف أن المسلمون انتصروا على الكفار، والمسلمين أسروا من الكفار عددا ليس بالهين، ومن ضمن اللي تم أسرهم شاب يقال له وهب ابن عمير ابن وهب، ووالده كان معه في أرض المعركة، غير أنه أصيب بإصابة مع هزيمة المشركين، وولده راح أسير عند المسلمين وهو عاد إلى مكة بإصابته. فلما تعالج من إصابته جلس بجانب الكعبة وكان يندب حظه ويتحسر على جرح الزمان وعلى هذا الخذلان وعلى هذه الهزيمة النكراء، وقتلوا كبار قريش ومكة حزينة والانتصار لم يكن حليفا لهم. فكان جالسا ويندب حظه، فمر به ابن عم له يقال له صفوان ابن أمية ابن خلف، فجلس بجانبه وبدأ كل منهم يواسي الثاني، وكل منهم يستذكر ما حدث من الأحداث المريرة عليهم في معركة بدر. فقال: أنت يا عمير بن وهب، والله لولا صبية لا يرجون إلا أنا، ودين قد أثقل كاهلي. ولاحظ الآن أنه مشرك، أي أنه لا يزال في عهد الجاهلية، ومع ذلك يقول دين أثقل كاهلي، أي أن العرب من مكارم الأخلاق عندها أنه يجعل الدين مساويا لأبنائه في الأهمية، هذا وهم في جاهلية، وإنما تقديرا للرجل اللي صرف من حلاله ومن ماله عطاني إياه، قال أسترده منك بعد فترة. قال: لولا هذين الأمرين لذهبت إلى محمد وقتلته. قال صفوان بن أمية: أما يردعك إلا ذا الشيئين؟ قال: الله الله. قال: إذن دينك من عارضي ذا لا عارضي ذا عندي ما قضي. قال: وأبنائي؟ قال: والله لا أجعلنهم بحسبة أبنائي، لا تشيل همهم أبدا، إن كنت أهل لما تقول فافعل، والجزئيتين ذي لا تشيل همها. قام عمير بن وهب وأخذ سيفه ونقعه في سم، لكي إن لم يذبح بالقطع فعلى الأقل بالسم، ثم يوم نقع فيه السم خذاه، ثم ركب على حصانه، ثم انطلق إلى يثرب المدينة المنورة. ولما أقبل على المسجد النبوي شافوه الصحابة، فقام إليه عمر بن الخطاب وهو يقول: لقد جاءكم الخبيث عمير بن وهب. ثم انطحه، قال: ما تريد؟ قال: أريد محمد. فأمسك به، ثم استأذن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلوه. فقال عمر بن الخطاب: ادخلوا يا الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يأمنه ولم يكن يأمن جانبه. ثم دخل معه على النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما جاء قال عمير بن وهب: عمت مساء يا محمد. قال: قد أبدلنا الله خير من هذه التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تريد؟ قال: أريد ولدي الذي هو أسير عندكم، فهل ستعطوني إياه؟ أو على الأقل علموني كم الفداء اللي أنتم تطلبون. فقال: يا عمير ما تريد؟ قال: ما قلت إلا حقا، وهذا غرضي الوحيد. قال: ما بال هذا السيف ذا اللي معك وش وضعه؟ قال: ما أغنت عنا سيوفنا شيئا في معركة بدر، لو أن السيوف ذي بتنجينا من موت ما ماتوا شيباننا، وإنما هو سيف في ذراع عربي. قال: ما تريد يا عمير؟ قال: هذا ما أريد، ولدي. قال: ألم تجلس بجانب الكعبة أنت وولد عمك صفوان بن أمية بن خلف وسولفتوا وكل منكم واسى الثاني، وقلت أنت أني عندي دين وعندي أولاد لولاهم لذهبت وقتلت محمدا، ثم قال لك ابن عمك إن الثنتين ذي عنده، فقمت أنت ونقعت سيفك هذا في السم وأتيت إلي قاصدا قتلي، ألم يحدث هذا يا عمير؟ عمير بن وهب ما في أحد علمه ولا يدري أحد بذا الموضوع إلا هو وولد عمه صفوان وفي مكة. وصفوان بن أمية لا يمكن أن يخبر محمد، لأن أمية بن خلف اللي هو والدك يا صفوان مقتول في بدر، فبديهي ما راح يخبره أبدا. قال: ألم يحدث هذا يا عمير؟ قال: بلى والله قد حدث، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أخاكم
الدين وكيف الصلاة وكيف الشرائع الدينية، وأطلقوا له ولده وفأل له. ثم أطلقوا ابنه وعاش مع الصحابة فترة من الزمن. صفوان بن أمية كان في مكة مبتسم ومبتهج وفرح، والناس حزينين جدا بعد معركة بدر، فكانوا يقولون نحن حزينون على ما مضى وأنت مبتهج فرح مبتسم. قال ستأتيكم الأخبار الطيبة في الأيام القادمة انتظروا. وكان كل يوم وهو على مشارف أطراف مكة يترقب الأخبار والعلو، يا وش سوى رفيق اللي راح يبيد بحر الرجال. وفجأة وإذا برجل قادم من جهة المدينة المنورة. وش علومه؟ قال أبدا والله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. قال وهب عمير بن وهب شفته؟ قال ولد عمه. قال الله. قال لي بالله شفته. جاء الرجال وسولف هو ويا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. قال أسلم؟ قال لي والله أسلم، وقد صحابي من ضمن الصحابة. قال يا ولد دور غير ذا العلم. قال ما غير ذا العلم شيء. فبدأ الغضب يفور من نفسه، كيف أني أوعد الرجال بعلم طيب وفجأة الرجال دخل مع الرجال في دينه. فانتظر ثم انتظر حتى قدم عمير بن وهب، استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لي أولاد في مكة ويجب أن أعود إليهم. فعاد ويوم دخل مكة فاستقبله ولد عمه صفوان بن أمية. قال أدخلت في الإسلام؟ قال دخلت في الإسلام. قال سود الله وجهك يلي فيك ما يخطئك ولم يبقي كلمة سيئة إلا وأسمعه إياه. ثم بدأ ابن عمه عمير بن وهب يناصحه يا ولد عمي هذا الدين الصحيح وحنا كنا على جهل، وهذا محمد يأمر بالخير وينهى عن المنكر، ونفدعك أنك تؤمن ونفدعك أنك تسلم، لكن ذاك لم يأبه لكلماته كلها وكان يسبه. فخرج عمير بن وهب ووقف في نادي قريش وفي مكة وبدأ يصدح بالصوت العالي وينادي للإسلام ولدين الحق. فأراد قريش أن يهجموا عليه، وكفار مكة ومشركين مكة أرادوا أن يهجموا عليه ويقتلونه. في خضم تلك الأحداث صرخ صفوان بن أمية وقال لا يقترب منه أحد فوالله لا أدافع عنه كما أدافع عن نفسي. قالوا معه في دينه؟ قال لا، ولكن له عندي ذمة قديمة فأحفظها تقديرا لما قد مضى بيني وبينهم من الجماعيل والعلوم الطيبة والوفاء والتقدير، أحفظ له هذه الجزئية. ثم جلس في مكة عمير بن وهب فترة من الزمن وكان يدعو إلى الإسلام، فآمن معه بعض ممن كان يسكن في مكة، ثم هاجروا إلى المدينة المنورة وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له شواهد تاريخية مع النبي عليه الصلاة والسلام إلين جاء فتح مكة. يوم جاء فتح مكة كان هو من ضمن الصحابة المرافقين للنبي عليه الصلاة والسلام. وصفوان بن أمية كان له سوابق ضد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا ولم يسلم، فعندما علم بأن محمد وأصحابه داخلين إلى مكة أيقن بالهلاك وبالموت، فأخذ كل من هم معه وفي صفه وفي جانبه ثم هرب بهم إلى البحر، وأراد أن يركب سفن البحر ثم يمضي به حيث تتوقف السفن، أي جزيرة بعيش فيها ببدأ صفحة جديدة. أما مكة والحجاز ونجد والأراضي ذي سيطر عليها محمد ولم يعد لي فيها أي مكان. فدخل عمير بن وهب مع الصحابة وكان متوجها لابن عمه صفوان بن أمية. يوم جاء عند البيت لا والله بيبانه تصافق ما عاد فيها أحد، فسأل قالوا لقد هرب ابن عمك وظن منه أن محمدا سيقتل. فعاد عمير بن وهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أتشفع لصفوان بن أمية نفدعك أنك ما تجيه ولا تقول له شيء فإن له عندي ذمة. قال هو لك خله يجي بس وعليه الأمان. فقال يا رسول الله أعطني شيء أأكد له أنك أعطيته الأمان. قال وهذه عمامتي، ثم أعطاه عمامته عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق على حصانه يتبع الريجيل ويتبع أثر الخيول إلين شاف الريجيل. فقال صفوان بن أمية هذا عمير بن وهب أرسله محمد ليقتلني. فجاء يا ولد عمي يا ولد عمي الرجال أعطاك الأمان. قال ما علامة الأمان؟ قال هذه عمامته وعليك الأمان ولا تقلق عد فإن عليك الأمان. قال كذا قال كذا قال في وجهه قال في وجهه. فعاد معه ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم المكي، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي، فجلس بجانبه صفوان بن أمية بن خلف، ولما سلم قال يا محمد إن عمير يزعم أنك قد عفوت عني وقد أمنتني، وهذه علامة الأمان، وأومأ إليه بالعمامة، فهل أمنتني أم أنه قد خدعني؟ قال أمناك تعال يا صفوان تعال. الله. ثم بدأ يناقشه ويحاول أن يقنعه بأن هذا هو الدين الحق وأن هذا الإسلام وأن ما أنتم عليه ضلال وعدم تقى وعدم هداية. قال يا محمد امهلني شهرين
أفكر وأعود عليك بالعلم، أما علمتكني بسلم ولا ما اقتنعت. قال لا أمهلك شهرين لك 4 أشهر، روح فكر استنتج حلل وترك بتعود عليه إن شاء الله يوقع الله عز وجل في قلبك الإيمان. راح الرجال، وفي ذا الفترة جاءت غزوة حنين، ونقص على النبي عليه الصلاة والسلام بعض من الخيول والسلاح وشيء من ذا القبيل، وكان عند صفوان بن أمية وفرة من السلاح والخيول والكثرة عدد السيوف والرماح. فأرسل عمير بن وهب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عمير بن وهب إلى ابن عمه صفوان بن أمية وقال حنا على وجه معركة ضد المشركين من أصعب المعارك، الله ونحتاج خيول ونحتاج سلاح ونحتاج مدد ونبيك تمدنا. قال أمدكم بالسلاح يا ولد عمي وأمدكم بالخيول وأنا معكم. الله نعم الله ثم شارك معهم صفوان بن أمية والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، وشارك معهم وانتصر المسلمون في تلك المعركة. وصفوان بن أمية لم يدخل الإسلام وإنما شارك معهم مع الرياجيل تقديرا لكل تلك الأحداث اللي صارت بينه وبين محمد وبين ولد عمه عمير بن وهب، فكانت كلها تقديرا في تقدير. رجال شيء للتاريخ، رجال طال عمرك صحيح لست على ديني ولا على دينك لكن حنا رجال ونقدر ونحشم. شارك معهم الرجال وانتصروا. لما انتصروا شوف موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الغنائم على مد النظر في معركة حنين. قال 100 ناقة لصفوان بن أمية و100 أخرى و100 ثالثة. الله هذه لك يا صفوان. قال صفوان يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أكبر وأن محمد رسول الله. الله أكبر. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وفرح الصحابة بإسلام هذا الرجل. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام جيبوا السيوف وجيبوا الرماح والخيول والعتاد حق الحرب اللي استعرناه منك يا صفوان بن أمية. فلما رأى صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمعه بيرد عليه قال يا رسول الله قد أبدلني الله خير منها شهادة أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هذا يقول في خاطر يا ربنا يسلم. قال للقوم إني كنت البارحة في فلسطين في بيت المقدس. ضحك به الناس في القصة المشهورة المعروفة. فلما سمع أبو بكر جاءوا إليه وأرادوا أن يستغلوا الموقف فقالوا إن صاحبك محمد يقول إنه بعث البارحة وكان موجودا أو كان موجودا البارحة في بيت المقدس، هذا الرجال اللي أنت تقول. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لقد صدق. الله انتهى الكلام. فلقب بالصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وله مواقف كثيرة. قرأت في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي أن اسمه عتيق. طبعا فيه يعني قيل إن له أكثر من اسم ومن ضمنها عتيق. وقالوا إن عتيق لقب لقبه النبي عليه الصلاة والسلام به. قالوا إنه يدخل عليكم الآن رجل من عتيق من النار، يعني معتق من النار. فلما تفاجأوا إذا بأبو بكر يدخل عليهم وقيلوا لعتق في وجهه أو لعتاقة في وجهه، يعني أنه كان وجهه فيها بياض الناصع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا مختلفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وعلى طاري الرجال اللي الأخيار الذين يشار إليهم بالبنان ويكونون مدارسا في قصصهم ورواياتهم وآثارهم وحديثهم وأذكارهم وأخبارهم، فيقولون أن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي الثامن، لأن الدولة الأموية أول من حكمها معاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثم معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثم مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان بن الحكم الخامس، ثم السادس سليمان بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثم من بعده أخوه الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثم عقبه ولد عمهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. وهو اللي قصت عليه. يقولون في ليلة من الليالي وصله خبر وقيل يا أمير إن قاضي البصرة قد مات. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويغفر له يسكن في سيح جناته. ثم بات ليلته تلك وهو يفكر من أحط على البصرة، من الرجال اللي بوليه القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يقول خير الأجيال جيلي والذي بعده ثم الذي بعده. وهذاك الجيل كان حاضرين من ضمن الحيين الصحابة وكذلك
التابعين. صحيح. وعمر بن عبد العزيز الآن سيختار رجل يجعله قاض على البصرة، فأمامه خيارات كثيرة ذهبية جدا، لأن الرجال اللي هو بيختار منهم متعلمين على أيدي الصحابة تابعين، والرجال مهم بهوينين، فأنا اخترت ذا فهو الخيار صحيح، وأنا اخترت ذا فهو الخيار صحيح، لكن أنا ما ودي أختار فلانا على فلان ثم أظلم هذا أو أظلم هذا. فالشاهد أنه أرسل إلى والي البصرة في تلك الفترة، الله يلهمني اسمه، عدي ابن أرطأة، وقال يا عدي اجمع عندك رجالين، إياس ابن معاوية وكذلك القاسم أظنه ابن ربيعة أو القاسم ابن الربيع، اجمع الاثنين ذولي عندك، وواحد منهم سيكون هو قاضي البصرة، وأنا لن أقرر، أنا يا عمر بن عبد العزيز، اجمعهم عندك ولا يطلعون من عندك إلا متفقين، واحد قاضي وواحد لا، خلهم يتشاورون فيما بينهم. وصل الخطاب طال عمرك لعدي بن أرطأة والي البصرة، قرأ الرجال الخطاب ثم دعا إياس بن معاوية هو القاسم ابن الربيع، يا القاسم كلها والسفاير فارك، أمير المؤمنين يسلم عليكم، أنت ويا الشايب ذا اللي جنبك إياس بن معاوية، ويعلمكم الرجال، يقول واحد منكم بيصير قاضي البصرة، تقادروا فيما بينكم والعلم عندكم وسلامتكم. فكل منهم بدأ يرمي إلى الآخر بهذه المهمة، كل يقول هو أعلم مني، وذاك يقول لا والله غير أنت اللي لها وأنت اللي كفو لها، وذا يقول لا بالله ماني أتصير قاضي وأنت حي وأنت موجود أبدا مرة. فرأى أن الخلاف ما راح يصلون لهدف معين، قال اسمعوا يا الربع، كلكم ونعم وكلكم كفو، والكلام فيه ما يعرف، لن تخرجوا من عندي إلا وقد قررتم أن واحدا منكم هو القاضي. قال إذن كل منا، يقوله إياس، كل منا يقدم صاحبه، عندي لك حل. قال عطنا الحل. قال الحل أن تسأل عنا عند الحسن البصري ومحمد ابن سيرين، محمد بن سيرين والحسن البصري، اسأل عني أنا يا إياس وعن القاسم. وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يأتون إلى القاسم ويأتي إليهم بكثرة أكثر مني أنا يا إياس، فعلم القاسم بأنه إذا سألهم سيقرون بأن القاسم أعلم من إياس، لأنهم على اتصال دائم به وعلى معرفة بعلمه وعلى معرفة بكل أخباره. أما إياس فلهم بأهل معرفة به، أو مهم بأهل معرفة كما يعرفون القاسم، فعلم بأنه إن سار على هذا النهج اختاروه هو أن يكون القاضي، وهو ما يبي يصير القاضي. قال اسمع يا ابن أرطأة، أعلمك بالكلام الأنقري الواضح اللي ما فيه كلام. قال اسلم. قال والله الذي يسمعني ويراني ويعلم سريرة نفسي أن هذا الرجل أعلم مني، فإن كنت قد حلفت بهذا الدين وأنا كاذب فحري بك ألا تختار قاضيا للبصرة وهو يكذب ويحلف، وإن كنت صادقا فلن تقدم العالم الحقيقي أو العالم على الذي أعلم منه. الله. ففي كلا الحالتين هذا هو القاضي. فقال إياس يا أمير إن هذا الرجل يعلم أن في القضاء قد يظلم أحدا وقد يدخل النار من أجل القضاء أنه قضى اجتهد اجتهادا خاطئا، ولذلك فإنه قد حلف بدين يبعده عن النار ويقربه إلى الجنة، وما يلبث حتى يستغفر، فلا تقبل من قوله ولا تسمع له. فقال ابن أرطأة اسمع أنت يا إياس، والله الرجل الذي يستنبط استنباطك الآن في دينه في حلفه إنه حري به أن يكون هو القاضي، أنت القاضي أنت. يا سلام. فقال إياس قد قبلنا إن كان أمرا فنحن مع ولي الأمر ومع أمره دائما وأبدا. فأصبح إياس هو القاضي، وهو الذي يقول فيه أبو تمام عندما كان يمدح أحمد بن المعتصم يوم يقول إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. موقفا جميلا لعمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنني أريد أن أدخل الإسلام عن قناعة فما أفعل؟ قال أول شيء أنت من تكون، ما اسمك؟ قال اسمي ظالم. قال أظلم وإسلام لا يجتمعان، وكان لابس له عمامة صفراء. قال فما أفعل يا رسول الله؟ قال اسمك أبو صفرة، كناية بالصفرة اللي في الغترة اللي هو لابسها أو العمامة. قال أبو صفرة أنا يا رسول الله؟ قال نعم أنت أبو صفرة. قال أبو صفرة كنسلنا ظالم وأصبح اسمه أبو صفرة عند الناس. يوم جاء زمن عمر بن الخطاب قدم هذا الرجل
أبو صفرة إلى عمر بن الخطاب، وكانوا عويلة من يمينهم ياسيرة صغيرين. وأول ما شافهم عمر بن الخطاب قعد يملي عيون، يتملاهم إلين شاف له واحد منهم قال أريت الغليم ذا وش اسمه؟ يقول عمر بن الخطاب. قال ابني هذا؟ قال نعم. قال هذا المهلب. قال المهلب لئن أمد الله في عمر هذا الفتى ليصبحن له شأنا عظيما في قادم الأيام. الله الله. وفعلا في نهاية المطاف صار المهلب بن أبي صفرة الرجل الشهير في زمن الدولة الأموية. جرير بن عبد الله البجلي يقولون أنه في يوم من الأيام أمر أحد الخدم عنده وقال اذهب إلى السوق وأتي إلي بفرس وتنقها لي نقوة. قال على خشمي. راح العامل إلى السوق وبدأ يتنقى وعين له ذيك الفرس اللي وش أنت من فرس تزي الأرض اللي تمشي فيها خطرا ينبت على ثرها عشب من زانها. طبعا هذا مبالغة لكنه يعني من جمالها وروعتها. قال راعيها كم تبيعها به؟ قال بسومتك. قال ب400 دينار. قال بعتك. فعطاه ال400 دينار ومن ثم عاد إلى جرير بن عبد الله البجلي. قال شريت. قال شريت. قال وش شريت؟ قال فرس عنها عند الباب. فخرج إليها ورآها وإذا بها آية من آيات الله عز وجل في الجمال، شيء ترتاح له العين. قال بكم اشتريت هذه؟ قال ب400 دينار. فالتفت إليه قال بكم؟ قال ب400 دينار طال عمرك. قال أبي رضا صاحبها؟ قال يلا هلا. قال رضا أنك تعطيها 400 دينار وتأخذ الفرس؟ قال الله هلا. قال أتعرفه إن رأيته؟ قال الظاهر إني بعرفه ظني. قال كذا روح له أنت صوب السوق وخله يجيني. قال على خشم. راح الرجال للسوق وعين له جودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال نافداك الرجال اللي مرسلني ياخذ الفرس يبيك. قال تزل تخله مشان صوبه بعيد ولا قريب؟ قال لا والله قريب. مشان صوبه؟ قال مشان. راحوا الرجال لين جاوا عند جرير بن عبد الله البجلي. السلام عليكم. قال عليكم السلام. يلا حتى الغالمة أنت بعتنا ذا الفرس؟ قال الله الله. قال ب400 دينار. قال الله الله. قال أنت راضي؟ قال الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تدري أن قيمتها ما هي ب400 دينار؟ قيمتها ما هي ب400 دينار. أنت راضي بال400؟ قال يا رجال راضين به وقد دراهمي معي وقد فرسكم عندكم والله يبارك لي ولكم. قال يا ابن الحلال أعطيك 500 دينار ترضى؟ قال لي بالله برضى. قال أعطيك 600 دينار بترضى؟ قال لي بالله برضى. قال أعطيك 700 دينار بترضى؟ قال لي بالله برضى. قال أعطيك 800 دينار أنت بترضى؟ قال لي بالله برضى. قال عطه 400 زودا على ال400 اللي معه. العامل متفاجئ مما يرى ويشاهد. عطاه 400 دينار. قال سب ليش أقول لك؟ خلاها لجودي ودبر. قال يلا حت الغانمة. قال لبيك. قال تعال. فعاد إلى جرير. قال سم. قال لا تحسب إني مهبول، ترى عقلي صاحي. بتروح تقول لخلق الله إني واجه جرير بن عبد الله اللي أنتم تقولون وتراه مهبول. لا، ولكني عاهدت الله سبحانه وتعالى وعاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أجعل النصيحة لكل إنسان أقابله في حياتي. الله الله. ورأيت بأنك مغلوب في هذه البيعة وأنا المستفيد، ووالله لا أرضى بأن تكون مغلوبا وإن كنت أنا المستفيد. حقها وأنا أخوك 800 فأكثر، أقل من 800 ما تنبع. لذلك أعطيتك إياها واجعل هذه النصيحة معك دائما وأبدا. قال بيض الله وجهك. هذه من الأشياء التي يستشهد بها لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. أول معركة دارت في البحر للمسلمين. من أول مسلم خاض معركة في البحر؟ جاني لا تساؤل. الله فعينت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أمير الشام في عهد عمر بن الخطاب. راودته هذه الفكرة، أنا مش قامني ما أقاتل الرجال في البحر، ليش دائما أحتريهم لين يجوني في اليابسة؟ ما هم عندهم أسطول بحري ومقاتلين وكذا، من جاز الريجي. فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر صف لي البحر، فوصفه معاوية رضي الله عنه. في يوم وصفه قال عمر لا تغامر بالمسلمين في البحر، هذا وصف مخيف، والمسلمين ليسوا أهل قتال في البحر، ما يعرفون إلا البحر، ولذلك ممنوع. فرفض عمر رضي الله عنه. قال معاوية سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. يوم جاء عهد عثمان بن عفان الفكرة ما راحت من بال معاوية، أرسل أيضا خطابا إلى عثمان بن عفان وقال ترى أنا قد قلت لعمر، وقال عمر ما فيه الكلام ده ما يصلح. قال عثمان إذن أنا ما عندك مشكلة، موافق، لكن بشرط أو بشروط. أولها أنك ما تجبر أحدا على الحرب ذي،
لأنك بتدخل بهم في شيء ما هم بأهله. ولذلك اللي بيتطوع معك كان بها، واللي ما هم مطوع ما تجيب له ولا تحقد عليه ولا تقول له شيء، قال على خشم. وفعلا أسس أول أسطول بحري. أما عن أول معركة فكان قائدها اسم المعركة ذات الصواري، وكانت في سنة 35 للهجرة، وكان قائدها من المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وانتصر فيها المسلمين. ما شاء الله تبارك. وأذكر أيضا من الأشياء اللي اخترت على بالي وأنا على جنب البحر يوم المتنبي يمدح صديقه سيف الدولة الحمداني، يقول إنه مثل البحر. استوعبت معي حجم المادحة أن المدمي ذا بحر بأمواجه بكل ما يحوي من قوة وعظمة. سبحان الخالق. البحر يوم يقول في قصيدته اللي مطلعها اللهم ألهمني مطلعها يا رب العالمين علشان أتهم باقي الأبيات، اللي يقول لكل امرئ من دهره ما تعود وعدات سيف الدولة الطعن في العداء، إلين يقول هو البحر غصفيه إذا كان ساكنا على الدر واحذره إذا كان مزبدا، فإني رأيت البحر يعثر بالفتى وهذا الذي يأتي الفتى متعمدا. الله 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 الله. يقولون يا صاحبي في يوم من الأيام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام، ولما نام رأى رؤيا واستيقظ في الصباح وصلى الفجر، ثم التفت على الصحابة وأخبرهم بالرؤيا وأخبرهم بتفسيرها. قالوا ما هو تفسيرها؟ قال تفسير هذه الرؤيا أنه يخرج من صلبي ومن أبنائي رجلا، أو يعني قال من ذريتي، قال يخرج من ذريتي رجلا أشج يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا أو ظلما وجورا. فجلس الصحابة كل منهم يلتفت على الثاني، ماذا يقصد عمر بن الخطاب؟ ماذا يقصد عمر بن الخطاب؟ لم يكن أحدا يعلم بهذا الأمر، أو لم يكن أحدا يعلم بما يفكر فيه عمر بن الخطاب. استمرت الحياة يا صاحبي ونسوا الناس هذا الأمر، وكان عمر بن الخطاب عنده عادة يتفقد أحوال الناس في الليل، يمشي في طرقات المدينة لعله يجد محتاج، ولا لعله يجد فقير، ولا لعله يجد أحدا في حاجة أنه يعينه فيعينه أمير المؤمنين. وكان في تلك الفترة قد أصدر قرارا أن الحليب ما يمزج باللبن، لأن الناس في تلك الفترة كانوا يزودون اللبن بالماء. عرفت؟ أنا قلت يمزج باللبن وهذا غير صحيح، الحليب باللبن، لكن أقصد عمر بن الخطاب في فترة من الفترات أصدر قرارا أن الحليب جميل. ما يمزج معه الماء علشان ما يزيد منسوب الحليب بالغش. نعم. فكان الناس ما يمزجون الماء بالحليب أبدا بناء على قرار عمر بن الخطاب. وكان يمشي رضي الله عنه في طرقات المدينة في ليل من الليالي، فسمع امرأة تنادي بنته، وكان صوتها عالي يعني بعيدا عن التجسس، كان صوتها عالي. فقالت المرأة لابنتها امزج الماء باللبن. قالت إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منع ذلك. قالت وأين عمر بن الخطاب منك الآن؟ ما حد بحولك. فقالت إن لم يكن يراني عمر بن الخطاب فرب عمر يراني. الله أكبر. الله أكبر. فأثرت الكلمة كثيرا في نفس عمر بن الخطاب، وقال لأحد العمال اللي معه احفظ هذا البيت وأتني بخبره في الصباح. يوم صلوا الفجر سرح هذا العامل وجاب أخباره، جاء عند أمير المؤمنين وقال إن هذا البيت يعني رجل قد توفي ولا عاد يوجد في البيت إلا الأم وكذلك الفتاة. قال من هي؟ قال اسمها أم عمارة وهي ثقفية من قبيلة ثقيف. فنادى بأبنائه وجمعهم وقال إن هنا فتاة صالحة وأريد أحدا منكم أن يتزوجها. فتقدم عاصم ابن عمر ابن الخطاب وقال أنا سأتزوجها يا أبي. ثم راح عمر بن الخطاب وخطبها لابنه عاصم وقال هذا ابني عاصم، أشهد له إنه كفو، وأنتي إن شاء الله إنك كفو، وأخطبت العاصم. فوافقت، فتزوج عاصم من أم عمارة. أنجبوا فتاة وسموها ليلى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي في سنة 24 للهجرة. مرت السنين يا صاحبي إلين وصلنا لسنين متقدمة. رجل تزوج من ليلى، هذه ليلى بنت من؟ بنت عاصم بن عمر وابن عمر بن الخطاب، وأمها أم عمارة الثقفية. تمام؟ ممتاز، واضح. أنجبوا ليلى. ليلى تزوجت من رجل يقال له عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. حلو الكلام؟ واضح. اللي هو من هو؟ أخو عبد الملك بن مروان.
عبد العزيز هو يا ليلى أنجبوا فتى سموه عمر. الله أكبر. حلو الكلام. حلو. جميل. الله جميل. عمر جميل. هذا سبحان الله العظيم وهو صغير لا يزال طفلا كان يلعب عند الخيول، فواحد من الخيول الفخه برجله فصمخت رجله في راس عمر بن عبد العزيز، فأنت تردم من راس عمر بن عبد العزيز. شلوه وعالجوه والتأم الجرح، لكن سبحان الله العظيم مكان الجرح ما عاد ينبت فيه شعر، فأصبح جرح واضح على مر السنين، ما عاد ينبت في راسه شعر من الجرح هذا، فسموه الناس أشج بني أمية. هذا الفتى يا صاحبي الذي ولد في سنة 61 للهجرة، لك أن تتخيل أنه أصبح فيما بعد هو الخليفة الثامن من خلفاء الدولة الأموية، ورجلا يفتخر به. كان الناس قبله وقبل زمانه يعني فيهم الفقراء وفيهم المساكين، بعد ما تواجد عمر بن عبد العزيز واستلم الحكم في سنة 99 للهجرة يا صاحبي كانوا أهل الزكاة وأهل الصدقة يأتون إلى عمر بن عبد العزيز ويقولون: يا أمير المؤمنين، لم نعد نجد فقراء ولم نعد نجد محتاجين، ماذا نفعل بهذه الأموال وماذا نفعل بهذه الصدقة؟ قالوا: انثروها كلها وانشروها فوق الجبال، علشان أيضا النعمة تستفيد منها حتى الطيور التي في السماء. فكانت الطيور تأتي على رؤوس الجبال فتجد الحب وتجد الرز وتجد الخيرات من أمر عمر بن عبد العزيز، الله يجعله في الجنة.